طيب يا جدعان هنحكي موقف كده. ايه ده بلالين وبيعملوا حاجات كده لراس السنة. يا جدعان مفيش اعياد يا جدعان. ايه الحاجات؟ ما علينا من كل ده. احنا دلوقتي يا جدعان انا بتكلم في نقطة في واحد نجاش ركب معانا الميكروباص ده، موقف يعني. فلما ركب معانا زي كده فهدومه كله متبهدلة والكلام ده كله، يعني زي ما انتوا عارفين يعني. فكان في بنتين، هو كان كرسي اللي فاضل جنب بنت. فهو راح يركب، راحت قالت له: عمو انت هتركب ده جنبنا؟ يعني تمام. فلما قالت ده جنبنا، فاللي بيقول لها يعني ده يعني ايه يعني؟ فقالت له: انت مش شايف لبسك؟ انت هتوسخنا ومش هتوسخنا. قال لها: ما تركبي تاكس، ايه اللي مركبك ميكروباص؟ المهم راح البنتين ايه، قعدوا يزعقوا يعني الموضوع كده. رحت انا ايه، قلت: يا جماعه خلاص صلوا على النبي يا جماعه، مفيش حاجه. قلت لها: تعالي انت ورا وانا هركب وهو يركب جنبي. راحت هي جت ورا وانا رحت راكب وهو راكب جنبي. فاحنا يعني انا بتكلم في نقطه بس بسيطه. انت لما تروح تشتغل نجاشه، خد معاك هدوم الشغل. لما تخلص هدوم الشغل اقلعها والبس هدومك العاديه وامشي، عشان ما تجيبش لنفسك الكلام وقله القيمه. انت يا عم تعبان وهتاكلها بالحلال وكتر خيرك، بس في نفس الوقت ما تجيبش لنفسك الحراج وسط الناس، او تخلي واحده زي كده تقول عليك كذا 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 قدام الناس. فاهم؟ بس مش اكتر يعني. انا حاولت الم الموضوع على قد ما اقدر، بس عشان حسيت الواد اتكسف والله. وهي بنت لو محترمه وعارفه الاصول ما كانش هتقول كده، بس يعني توضيحيا. كان معاكم بتاع الليل.